قصه حياة رياض القصبجي. يصادف اليوم 23 أبريل ذكرى وفاة الفنان الكبير رياض القصبجي الشويش عطية، كما أطلق عليه الجمهور، رحلة فنية حافلة بالإنجازات والتنوع، بدأها كمساري بالسكة الحديد ليصبح أحد أهم نجوم السينما المصرية. رياض القصبجي ولد في 13 سبتمبر عام 1903 بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج. بدأ حياته كمساري في السكة الحديد المصرية وعضو بجماعة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد، والتحق بفرقة أحمد الشامي المسرحية وهي فرقه للهواة، ثم بدأت مسيرته الفنية التي تنوعت ما بين الأعمال الفنية السينمائية والدرامية، سواء الكوميدية أو التراجيديا أو الخاصة بقضية معينة في البلد، وذلك وفق تقرير رصده برنامج 8 الصبح على قناة DMC. شارك القصبجي في 179 فيلما، وكان أول أعماله فيلم اليد السوداء عام 1936، وجاء العمل الثاني والثالث في العام التالي بعد بدايته الفنية بفيلم سر الدكتور إبراهيم الواد سلامة في خير عام 1937، ثم التلغراف وبحبح باشا رابع وخامس أفلامه، ثم فيلم الشويش عطية عام 1938. وتابع كان من أصدقائه فريد شوقي ومحمود المليجي ودنجل ومحمد شوقي، وهؤلاء كانوا يزورونه وهو مريض، وأكثر شخص فيهم كان فريد شوقي، لأنه كان الصديق المقرب لوالدي وكان معه في رحلة مرضه وسانده. يمر اليوم 59 عاما على وفاة الفنان الكبير رياض القصبجي الشهير بالشويش عطية، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 23 إبريل من عام 1963، بعد رحلة مع الفن والحياة كان فيها أحد نجوم الكوميديا البارزين الذين عاشوا ووصلوا بأعمالهم لأجيال لم تعاصرهم، وقدم عددا كبيرا من روائع السينما والأعمال الكوميدية، ولكنه عاش ظروفا حزينة في نهاية حياته عكس الابتسامة التي رسمها على وجوه الملايين. ولد رياض القصبجي في 13 سبتمبر عام 1903 في مدينة بسوهاج، وبدأ حياته كمصر في السكة الحديد، وكان يمارس رياضة رفع الأثقال والملاكمة، ولكن بدأ حبه للفن واشترك في جماعة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد، ثم التحق بالعديد من الفرق المسرحية، واستطاع أن يجسد الطيبة والبساطة وفي نفس الوقت يؤدى أدوار الشر كأخطر رئيس عصابة. وجاءت شهرته بعد أن شارك إسماعيل ياسين في أفلامه فاشتهر بشخصية الشويش عطية. وبالرغم من أنه لم يحصل على أدوار البطولة المطلقة، إلا أنه استطاع أن يكون بطلاً من أهم نجوم الكوميديا ويترك بصمة لا تنسى في وجدان الملايين. وظل رياض القصبجي يعمل في التمثيل ويبدع في الكوميديا حتى أصيب بالشلل نتيجة ارتفاع ضغط الدم، وابتعد عن الأضواء وظل لسنوات حبيس بيته بعد أن أقعده المرض. ساءت أحواله المادية خاصة مع حاجته للعلاج، وبعد فترة من المرض لم يعد زملاء رياض القصبجي يداومون على زيارته سوى وحش الشاشة فريد شوقي. وفي أبريل عام 1962 كان المخرج حسن الإمام يقوم بتصوير فيلم الخطايا الذي ينتجه عبد الحليم حافظ، وأرسل إلى القصبجي ليقوم بدور في الفيلم بعد أن سمع أنه تماثل للشفاء.
وجاء الشاويش عطية إلى الاستوديو مستندًا على ذراع شقيقته وتحامل على نفسه حتى يبدو وكأنه شفى ويستطيع أن يعمل، لكن حسن الإمام أدرك أن القصبج ما زال يعاني فأخذ يطيب خاطره وطلب منه بلباقة أن يستريح، لكن الشاويش عطية أصر على العمل، وما كاد يواجه الكاميرا ويبدأ في أداء دوره حتى سقط وانهمرت دموعه وهم يساعدونه على النهوض، وعاد إلى بيته حزينا. وكانت هذه آخر مرة يدخل فيها البلاتوه وبعد عام من هذا الحدث، وتحديدا في 23 أبريل من عام 1963 فارق رياض القصبج الحياة عن عمر 60 عاما، وبقيت أعماله ترسم البسمة على وجوه الملايين من كل الأجيال.